بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن طلب بلاش تقفل كل الأبواب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه العلاقة بإن أنت يعني ليه لما بتسمع أغاني ما بتبطل تسمع قرآن؟ ليه لما بنخلع الحجاب بنسيب الصلاة والحاجات التانية كويس؟ ليه لما بتشرب خمرة أو مخدرات حتى ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بتقفل كل الأبواب بين ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، خلي دايما بينك وبين ربنا باب. حتى يعني لو انت حتى بتسمع اغاني، خلي ليك يا سيدي في اليوم ورد من سماع القرآن، وان شاء الله القرآن هيبطلك الاغاني. لو خلعت الحجاب خلاص بتقربي الى الله عز وجل بطاعات تانية. اكثري من الصدقة، اكثري من الصلاة، اكثري من الاذكار، مهمة جدا، لكن ما بوظش كله مع بعض. لو انا شخص بشرب مخدرات وما الى ذلك، اكثر من الصدقة، اكثر من الدعاء، اكثر من بر الوالدين، على اساس اسال ربنا سبحانه وتعالى يرجعني للقصه دي. ما تقفلش كل الابواب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وحتى ان يتوب الله عز وجل عليك ويهديك باذن الله تعالى ويرجعك الى الطريق المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.